السلام عليكم واهلا بكم متابعينا الاكارم. مواجهه مرتقبه بكره يوم الخميس الساعه 4 العصر ما بين منتخبنا السوري والمنتخب الكوري الشمالي. راح نحكي شوي عن منتخب كوريا الشماليه بما انه خصمنا بكره بالمباراه. بس قبل ما نبلش بالفيديو بدي منك تعمل اشتراك بالقناه وتفعل زر الجرس، ولا تنسى تحط لي كده حلوه على اللايك. طبعا المنتخب الكوري الشمالي يعتمد على طريقه لعب 4-4-2 الطريقه التقليديه. آه، وهاي الخطة تركز على الهجمات المرتدة السريعة، والجري بكرة وبدون كرة، واللعب الجماعي المنتظم. بعض مميزات الفريق الكوري الشمالي: طبعا لياقة عالية، قوة بدنية، وسرعة. سواء كانوا ممتلكين الكرة ولا بدون كرة، يعني الجماعة سريعين. أخطر لاعبين كوريا الشمالية، وبصراحة اسمهم شوي صعبة لذلك كتبتهم على ورقة. هم اول شيء اللاعب هانغ كوانغ سونغ، لاعب شباب او لاعب شاب يمتلك مهارات وفنيه عاليه وسرعه كبيره، ويعتبر من اخطر مهاجمين منتخب كوريا الشماليه. اللاعب الثاني هو اللاعب ري يونغ جيك، لاعب وسط يمتاز بالرؤيه الجيده في ارضيه الملعب. ويمتاز ايضا بالتحكم الكره، وهو مفتاح اللعب لدى منتخب كوريا الشماليه. اللاعب الثالث هو كيم يونغ سو، مدافع قوي وايضا يمتاز بقطع الكرات. من شنو لازم نحذر من منتخب كوريا الشماليه؟ اكثر شيء لازم نحذر منه هو الهجمات المرتده، وكونه لاعبينهم سريعين فهجماتهم المرتده راح تكون سريعه وراح تشكل خطر على منتخبنا. الشيء الثاني الكرات الثابته، بصراحه عندهم لعيبه يعني ينفذون كرات ثابته بشكل جيد. يعني لازم ما نرتكب اخطاء، يعني اول خط الدفاع والاظهره ما نرتكب اخطاء بالقرب من منطقه ال 16 لانها راح تكلفنا كثير. طبعا احنا بالمجموعه الثانيه موجودين. ترتيب المجموعه صار منتخب اليابان بالصداره ب 12 نقطه، طبعا ضمن الصداره وضمن التاهل الى الدور الجاي. بالمركز الثاني منتخبنا منتخب سوريا ب7 نقاط، وبالمركز الثالث منتخب كوريا الشمالية ومنافسنا على هاي البطاقة ب3 نقاط. وبالمركز الرابع يوجد منتخب ميانمار بنقطة واحدة. احنا يا شباب لازمنا نقطة واحدة مشان نتأهل للدور الجاي، الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم. نقطة واحدة يعني كفينا التعادل، 1-1 2-2 3-3، المهم نخرج بأقل شيء نقطة. وأتمنى أنه منتخبنا ما ينزل يدور على نقطة التعادل، لازم ندور على الفوز ولا شيء غير الفوز، لأنه أغلب المنتخبات اللي تنزل مشان تلعب على فرصتين، فرصة تعادل وفرصة فوز، تخسر. لذلك لازم ننزل على أرضية الملعب وإحنا مصممين على الفوز، وإحنا عندنا مفاتيح لعب وعندنا كل إمكانيات أن نتغلب على منتخب كوريا الشمالية. بس والله هذا كان فيديو اليوم، أشوفكم في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.